إذن سورة النور هي سورة مفروضة من بين 114 سورة في القرآن الكريم. القرآن الكريم كله مفروض. إن الذي فرض عليك الكتاب لرادك إلى معاد. لكن جاء التوكيد في سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها. فلماذا فرضت سورة النور؟ أي أن كل التعاليم الواردة بسورة النور إن لم تكن مفروضة فهي بمرتبة الفرض. نذكر هذه الفقرة لفائدة الجميع لكي ما ينصاب أي أحد منكم بالسرطان أبدا. الله سبحانه وتعالى ما أنزل علينا القرآن لنشقى، لا صحيا ولا طبيا ولا اجتماعيا ولا علميا ولا فكريا كان ما نزل القرآن. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهذه فقرة جدا رائعة بالإذن من السادة الأطباء. فعلا عيب يكون مجتمع مسلم وفيه سرطان وجمعية مكافحة السرطان ونخاف من ذكر هداك المرض اللي ما بينذكر اسمه، يعني منخاف ذكر اسمه. الله سبحانه وتعالى وضع بكل مخلوق غدة تسمى الغدة الصنوبرية، يعلمها السادة الأطباء، وزنها 180 ملي غرام، موجودة خلف الأذن مباشرة. الغدة الصنوبرية هذه الغدة كل يوم وعلى التوقيت، على فكرة على السريع، غدد الإنسان جميعا تقف وتعمل على مواقيت الصلاة. الغدة اللي بدها تقف والغدة اللي بدها تعمل على مواقيت الصلاة. الموضوع موثق طبيا. طبعا ما عندنا مجال نحكي كثير، يعني بس يعني أذن الظهر الغدة اللي بدها توقف وقفت، والغدة اللي بدها تشتغل اشتغلت. بين الصلوات ما في حدا بيشتغل وحدا بخاف. إذا نحن مبرمجين. فلماذا الآية 58 من سورة النور تفرض على الإنسان 3 فترات استراحة في اليوم: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم. فماذا يحدث بعد صلاة العشاء؟ كل يوم وعلى الساعة البيولوجية التي وضعها الخالق، بعد صلاة العشاء مباشرة تستعد الغدة الصنوبرية لإفراز مادة طبية يعلمها السادة الأطباء تسمى الميلاتونين. الميلاتونين هذه المادة تمشي مجانا بالدم، بتمنع الأكسدة في كل الجسم، فبتمنع مرض السرطان، بشرط لا تعمل هذه الغدة إلا في الظلام. السرطان سبب تعرضنا للضوء بعد صلاة العشاء حتى قبل الفجر بساعتين. فأجدادنا، فالله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل. نحن سوينا آية الليل مضيئة أكثر من آية النهار، عم نحط إضاءة أكثر. فالله غير مسؤول عن إصابتنا بالسرطان. فقلنا في إحدى المحاضرات وبشكل طريف: الدجاج البلدي أو الدجاج البلدي اللي بيتعامل بشكل سليم مع الضوء، ما في ديك بيسهر للسحور ولا في ديك بينام للظهر، ما تسجل فيه أي إصابة بالسرطان على الإطلاق. إذا كل إنسان يعرض حاله للظلام، ما بصوت ينام، أو إلى أقل ما يمكن من ضوء، من بعد صلاة العشاء حتى قبل الفجر بساعتين، مستحيل ينصاب بالسرطان ما له علاقة.